السلام عليكم، مرحبا بكم في قناة أحلام. كنتمنى نلقاكم بخير وعلى خير. اليوم إن شاء الله غادي نشارك معكم واحد الكيكة اللي كانت دارت ضجة في مواقع التواصل وجيت نذكركم فيها. هي كيكة البركان. كنتمنى تنال الإعجاب ديالكم. بقاو معايا باش تشوفوا طريقة التحضير والمقادير. بالنسبة للتحضير ديال كيكة البركان، عندي هنايا الكاكاو، كاس ديال سنيدة، كاس الزيت، كاس الحليب، وثلاثة د البيضات، ثلاثة الخمارات والفورص. بالنسبه للكريم باتيسير، الكريمه اللي غادي نحضر كريم باتيسير مع واحد الفاني وسنيده حسب الذوق والحليب. اول حاجه غادي نبدا نحضر الكيكو. الاول نجيب البيض، بسم الله، حليب، الزيت، سنيده، عندي هنايا الكاكاو. تقريبا غادي ندير 3 ديال المعالق. وهنا كنخلط هنا. راه خلطت الكل وكنضيف طحين، كندير خمارات، 3 خمارات، صافي. نبقى نضيف الفرص تدريجيا حتى يجمع ليا الخليط. وهنا من بعد ما خلطت الخليط ها هو كيجي بهذا الشكل هذا. انا كنرمي كلشي في الخلاط الكهربائي وكنخوي دابا في المول اللي غادي يدخل في الفران. هنا من بعد ما وجدت الكيك كنخليه هنا بلاتي ما ندخلوش للفران حتى نصايب كريم باتيسير اللي غادي نستعمل. غندير واحد الفاني، وغادي ندير الكريم باتيسير يعني تقريبا 3 المعالق. ما كاملش نسيطرو ناقص منه كاس. ندير غير 2 ديال المعالق، وغادي ندير سنيده يعني تقريبا معلقه ونص صافي. وكنخلط وكنحطو فوق النار باش تجمع ليا كريمه. هنا من بعد ما حضرت كريم باتيسير كندير فيها واحد المعلقه ديال الزبده، ما كاملش معلقه يعني راس المعلقه كبيره، وكنخلطها مزيان حتى سخونه باش تذوب ديك الزبده. الزبده راه كتذوب. هانتوما الزبده كتذوب مع السخونيه كتذوب. كنخلطها مزيان حتى تذوب الزبده عاد باش نضيفها على الكيك. الكيك هنا راه مازال ما طايب. ها هي الزبده ما بقاتش حتى تنتاكد بلا دابت الزبده،
كنضيف الوسط ديال الكيك، الوسط ديال الكيك بحال هاد الطريقه. الوسط هكا صافي. كندير دابا الفران طيب. بالنسبه للصلصه باش كنزين الكيك من الفوق، عندي هنايا نص كاس ديال الحليب، نص كاس ديال الزيت، نص كاس ديال السنيده، ونص كاس ديال الكاكاو، الكيس نوع ديال العلبه. كنخلط هادشي، كندير الضرب ولا كندير الخلاط الكهربائي. وبالنسبه للصلصه كتجي على هذا الشكل هذا، كتجي ثقيله بديل الشوكولاط، كتجي زوينه. هذه كتصلح لتزيين الكيك. كتجي على هذا الشكل هذا، اما كديروا ليها الدهن للخبز اما للكيك على حساب، كتجي حتى الدهن زوينه للخبز. دابا هنايا من بعد ما طابت الكيك كنجيب هنايا ديك لا كريم لي صايبت. شوف فاش كتبرد شويه الشكل تاعها كتجي زوينه. كنضيفها على الكيك، كنحاول نطلق هاد هنايا فوق الجناب. ودابا هنايا من بعد ما ضفت ليها الصوص كندير ليها اللوز ايفيلي. وهذا هو الشكل النهائي ديال الكيكه. كنتمنى تنال الاعجاب ديالكم. ما تنساوش تشتركوا في القناه ليصلكم كل جديد. بسلامه عليكم الى فيديو جديد ان شاء الله.